يلا بينا نحضر حرق الدم ماتش مصر واسبانيا في مونديال. اول ما هتدخل الصاله هتلاقي الصاله متقفله ومفيش كرسي واحد فاضي، والجمهور كان اعجازي النهارده. بدا الماتش بدايه ولا اروع لمنتخب مصر في الشوط الاول. عدى 10 دقايق 4-3 لاسبانيا، واسبانيا كمان هي اللي معاها الادفانتج، فممكن يبقى 5-3 الحمد لله. كمان مصر احنا احسن منهم بكتير ومضيعين كتير، بس نصدق ان احنا احسن منهم. جول من 13 لينا عالمي. دي تضيع ازاي دي؟ ايوه كده. الجمهور النهارده تاريخي، مفيش كرسي فاضي، كله بيشجع. خلص الشوط الاول 15-13 لمصر، احنا احسن، بس قلت لكم نصدق ان احنا احسن. الراجل ده بصراحه يستحق تحيه كبيره جدا، ما سابش مدرج في الصاله كلها غير لما راح وخلاه يشجع. 10 دقايق من الشوط الثاني 19-16 لمصر، احنا احسن قسما بالله. 15 دقيقة ويعني مثال من المرقعة من لعيبة المنتخب بصراحة، كل حاجة غلط انت بتعملها. ايوه كده ايوه كده ايوه الشوط. تستمر المرقعة والمهزلة بتاعتنا بعد ما كنا فارقين 4، بقينا 25 دلوقتي في الدقيقة 23 من الشوط الثاني. كارثة كارثة. 26-25 اسبانيا، يعني انا مش عارف اقول ايه قسما بالله. لا يرضي ربنا، لا يرضي ربنا. خلص الماتش ووشوش الناس كان عليها حسرة كبيرة جدا، وناس تانية كانت بتحاول تسقف للعيبة عشان ما ينهروش. لعيبة المنتخب خارجة منهارة من الملعب.